تسكتي انتم تاخذوا موقف، تسمحوا الميكرو، تسحبوا منه الميكرو. مراه تونسيه دماغ واقفه على الجمر، المراه هذيا باش تخدم باش توفر، باش تجيب احمد سعد يقول لها اسكتي انت وانتم تصوروا فيا. تزدمت انا ما تسكتش، هذيك مراه تونسيه مثقفه، مراه قدرها عالي، خدمت سامحني هذيا. إجا حنان إجا ضربت أنت. أنا حاضرة وحية معاها، أنا حاضرة معاها المرأة هذيا جمعتين كاملين، مرأة ما ترقدش ما تاكلش ما تشربش، باش يجينا اليوم فنان من بلد شقيق مصر على عيني، نتكلم مصر على عيني وراسي، يقول لها اسكت اسكت في بلادها ستري جراف. أماني عايشك خويا، تونس تهانت اليوم. أحمد سعد جاء هنا امرأة تونسية اليوم في تونس في عقر دارنا. ربي كلمة عليه بشوية ليه هدوء، خلينا نسمعوه. احمد بشوية شوية لحظة برك شوية هدوء. بص يا جماعة احنا بس شوية انا بكلم الناس. أنا اللي جبتك الدوش، أنا جبتك، أنت غير محترم، أنت مش فنان، أنت مستواك أقل. ليه ما خليناش يحكي، ما يحكيش، ما عنده ما يحكي. احنا وقفنا له قلنا له مراه تونسية تهينها، خرج وخاف خاطر عنده كرتاج يا جماعة. أحمد سعد اليوم هين المرأة التونسية، أقسم بالله نحكي فيها. المرأة ذي جت على الجمل وأنا حية، المرأة ذي تعبت، مدير أعمال وأنا نقدم في الحفلة دزني يا جماعة، وخرجت بالكريسة توا جيت وخليت فنان مصري زاد سعيد عثماني هو توب دي توب يغني وأنقذنا الموقف وقعد الجمهور واستنى. أما أحمد سعد لا يمثل الفن المصري، لا يمثل الفن المصري، لو إدارة أعماله. خليه يحكي، خليه موظفنا، خليه يحكي يا حنان، خليه نسمع. هو جاي سب، هو جاي سب. ليه؟ مي اليوم اللي اكتشفتوا كلمة فنان أكبر من برشا، كيفاش نقولوا احنا خدامة يخدم يغني فقط، عطاه ربي موهبة يغني فقط. أنا ريتو سور سين أنا نشط في الحفلة يعمل له هكا صحفي يخرج عليا. الصحفيين التوانسة هم يطلعوا الفنان والتاريخ يشهد. شكون طلع كاظم الساهر، أحلام، أنغام، شكون طلع مدحت صالح، شو اسمه الاخر علي الحجار، نجيب الخطاب، فنانين التوانسة والصحافة التونسية الرائدة في كل مكان، اليوم امرأة تونسية عاملة مهرجان الدولة الثانية، جايبة أحمد سعد بالدوفيز ويعلم بها ربي ومن مكتوبها الخاص، وكانت ضيفه بحذايا في البرنامج وحكيت لي انا وليت نحب نعاون ولينا موجوده خاطر باش نقف معاها وربي يشهد وربي يعلم وانا مريضه وخاطر زاد مدام ساميه وخاطر نساء يخدموا. يجي يقولها اسكتي انت، لا يا بابا بقول لك ما تسكتلكش، دي مرأة تونسيه حره، بنت بورقيبه، بنت الدوله التونسيه، احنا نسينا حرار. وكان اليوم تونس رائده راهي بنساها. اوكي احمد سعد ايا نستم خويا ان شاء الله كرتاج يجيوك العباد.